كلها النهارده بتفرح كرويا، وجمهور الزمالك اكتر من جمهور الاهلي فرحان، خصوصا بعد المكسب المهم جدا للزمالك قدام الترجي التونسي، الخصم اللي كان واقف في زور الزمالك والزملكاويه، والخصم اللي كان بيهين نادي الزمالك والزملكاويه والكره المصريه عامه. الف مبروك لاخوات الزملكاويه، اقسم بالله انا مبسوط جدا للفوز النهارده، صدقني فوز مستحق. اول حاجه، تاني حاجه، درس قاسي لجماهير الترجي والترجي واداره الترجي بالكامل بعد ما هالت الزمالك وهالت الكره المصريه وقالت على نادي الزمالك انه نادي ضعيف كرويا ولا يملك اي وهو واضعف واحد في افريقيا. اداهم درس النهارده الزمالك ويرد عليهم رد قاسي فعلا. لعيبه الزمالك طلعوا رجاله وعرفوا يدوا الدرس ودافعوا عن شرف الكره المصريه وعن نادي الزمالك بكل جداره. الف مبروك الفوز المستحق. دلوقتي الزمالك بقى 4 بونت، اي نعم لسه دلوقتي في اخر الجدول بس بفرق اهداف. ان شاء الله الزمالك حط قدم قويه جدا في جدول الدوري، دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله المباراتين الجايين هيحسموا الامر، وان شاء الله يفوز الزمالك مع المريخ وشباب بوليسداد وهيصعد من دور المجموعات لدور الثمانيه. وكمان عندنا المباراه النهارده مع الاهلي وهي مباراه المقاولين العرب والفوز بنتيجه 2-1. الف مبروك الفوز لاخواتي الاهلاويه اللي مش راضيين عن اداء المباراه، ولكن حابب اقول لك يا صديقي ان المباراه لعبت بالاداء اللي عايزه المدير الفني وهو كولر كان عايز يلعب مباراه تجاريه، وبالفعل لعب مباراه تجاريه وعمل اللي هو عايزه وخد ال3 نقط. وسلام عليكم يا جماعه، انا رايح ان شاء الله لدوري ابطال افريقيا وعندي مباراه اهم وهي مباراه سان داونز، ولازم اكون بكامل قواي البدنيه وكامل لاعبتي، مش هستنفذ قواهم ولا هدوس على اي حد فيهم عشان يعمل مجهود في مباراه انا عارف ان انا ضامنها وخدت 3 بونت خلاص. المهم عندي هي مباراه سان داونز ان شاء الله في جنوب افريقيا، واللي هتكون هي الحاسمه بالنسبه للاهلي في دوري ابطال افريقيا. اما الاهلي لو كسبها ان شاء الله هيضمن الصعود من دور المجموعات لدور الثمانيه، الاهلي لو خسر يبقى بنسبه كبيره جدا الاهلي بره دوري ابطال افريقيا السنه دي. فلازم ان شاء الله المكسب، واقل خساره بالنسبه للاهلي هي التعادل مع سان داونز يخليك بنسبه 90% انت صاعد ان شاء الله من دور المجموعات. وعلى امل طبعا ان شاء الله الهلال المتصدر دلوقتي المجموعه ب9 نقط، ان شاء الله ربنا يكرمه وصن داونز يديله على قفاه، وكمان يجي عندنا ان شاء الله كمان مصر ونديله على قفاه وهنصعد على حساب الهلال السوداني. خاصه انا زعلان من اخوات الزملكاويه اللي طلعوا النهارده كلهم بيهاجموا وبيحفلوا على الاهلي عشان الهلال السوداني النهارده بقى 9 نقط متصدر اول المجموعه، وخلاص بيقولوا ان الاهلي بقى بره المجموعه وفرحانين. وانا والله كاهلاوي بدعمكم دايما في دوري ابطال افريقيا لانكم ولاد بلدي وبتلعبوا الترجي اللي مش ابن بلدي، فانا لازم ادعمك. ليه؟ لانك انت بتمثلني وبتمثل الكره المصريه، فلازم ادعم ممثل الكره المصريه. الاول يا صديقي لحد دلوقتي لو انت مش لسه ما عملتليش لايك او كومنت او اشتركت في القناه، فاتمنى منك تعمل لي لايك وكومنت واشتراك في القناه، دعم منك لاخوك الاستمرار ان شاء الله. ونتكلم ان شاء الله على مباراه الزمالك والترجي، واداء ولا احلى وفوز ولا اجمل ب3-1 بعد اداء رجولي من لعيبه الزمالك، بعد اداء يعني انا ما شفتوش قبل كده بامانه، يعني ما شفتوش من زمان من الزمالك يرد بقوه ان الزمالك ما زال موجود، وجماهير الزمالك النهارده مبسوطه بالاداء مبسوطه بالفوز. درس قاسي وكبير جدا على الترجي التونسي اللي كان شايف نفسه في مجموعه الزمالك في دوري ابطال افريقيا وكان عمال بيهين في الزمالك وجماهير الزمالك والكره المصريه عامه. الف مبروك الفوز. ان شاء الله الزمالك هيصعد من دور المجموعات لدور الثمانيه، وان شاء الله الاهلي بعد مباراه سان داونز اللي ان شاء الله هنكسبها كمان هيكون مع الزمالك ان شاء الله. ونتمنى من كل قلبي والله ان احنا نبقى نهائي قرن جديد ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا بين اهلي وزمالك، ونشوف حلاوه الكره المصريه وجمال الكره المصريه، ونشجع بقى اهلاوي جنب زملكاوي. وعايزين نشوف التحفيل برضه يا زملكاويه من اخواتكم الاهلاويه اللي احنا ياما شبعنا عليكم في اخر نهائي من دوري ابطال افريقيا نهائي القرن. طبعا نتمنى لكم كل التوفيق والدعم ان شاء الله للزمالك، ونتمنى ان شاء الله للاهلي كل الدعم والتوفيق. النهارده المباراه الاهلي في ناس كتير قوي من جمهور الاهلي زعلانه على الاداء، لكن حابب اقول لك يا صديقي هو في الاول وفي الاخر خد ال3 نقاط وهم المهمين جدا. اهم حاجه ال3 نقط اللي هيطلعونا لصداره الدوري، وهي بقينا 44 نقطه دلوقتي، فرق كبير جدا بين اللي بعدينا وهو الثاني. لكن احنا حابين نقول ان اهم مباراه هي مباراه جايه مع سان داونز، فما تزعلش يا صديقي بعد مباراه سان داونز وان شاء الله الاهلي هيكسبها. اطلع اتكلم براحتك وقول اللي انت عايزه في الجهاز الفني وفي اللعيبه، مش مشكله والله. المهم المباراه دي نكسبها، وفي الاخير اشوفكم على خير، وان شاء الله الفوز يكون للاهلي ان شاء الله في مباراه سان داونز، وان شاء الله الزمالك يصعد من دور المجموعات، وبالتوفيق للاهلي والزمالك، واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.